السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتنا المتواضعة وصفات على قد الايد. قبل ما هنعمل حاجة هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا رب يكون الفيديوهات اللي احنا بنعملها بتعجبكم ويكون احنا دايما عند حسن ظنكم. هنعمل معاكم ايه النهاردة؟ نعمل معاكم حاجة كده حلوة تفرحي بها اولادك. نعمل معاكم كوكتيل. احلى حاجة في الكوكتيل اللي بياخد كل الحاجات اللي موجودة عندك في البيت. يعني كان عندي التفاح ده و... وعيالي ما هماش راضيين ياكلوه. فهيبوظ في التلاجة فخسارة. فاحنا في الايام دي ما ترميش اي حاجة. الكوكتيل حلاوته اللي هو بيلم كل الفاكهة اللي عندك في التلاجة. معانا هنا تفاح احمر، وكان لسه عندي تفاحة خضرة. فهنقطعه كده مكعبات حسب ما انت بتحبها، بقت مكعبات كبيرة مكعبات صغيرة. ديت بتبقى طبعا راحتك بقى، عاوزاها مكعبات كبيرة مكعبات صغيرة براحتك. نعمل لهم حاجة كده تفرحهم، ومنها هتتحط في التلاجة تبقى موجودة، تحطها في علبة وتقفلي عليها. هتفضل موجودة معاكي طول الأسبوع، جالك ضيف جالك أي حاجة هيبقى جاهزة عندك. فاحنا بنعمل حاجة منها هتفرحي بقى أولادك، ومنها هتحطي فيها الحاجات اللي انتي عاوزة تحطيها في التلاجة، ومنها كمان مغذية وهيفرحوا بيها. هنقطع التفاح بتاعنا كده زي ما انتوا شايفينه. يا رب يكون الفيديوهات اللي احنا بنعملها بتنال اعجابكم، ويكون احنا عند حسن ظنكم. علشان اللي مش مشترك لسه بقت معانا جديد يعمل لنا لايك ويعمل لنا كومنت حلو، عشان يوصل لنا منه كله جديد احنا بنعمله. دي حاجات سهلة وبسيطة بنقدمها لكم، واحنا بنفيدكم وبنفيد بعض، يعني احنا كلنا بنفيد بعض. الفيديوهات اللي انا بعملها ديت، لو الفيديو عجبك اعملي لي كومنت حلو. ما عجبكيش ما تعمليش يا ستي، اعملي ديسلايك وخلاص. مش عاوزه منك كومنتات سلبيه، عشان الكومنتات الايجابيه هي اللي بتشجع. فبلاها من الكومنتات السلبيه. يعني احنا كلنا ربات بيوت وبنعمل في بيوتنا برضه. انا ما بعلمكيش، انا بدلكي. كل واحد بيعرف يعمل اكل، كل واحد بيعرف يطبخ وبيعرف يعمل كل حاجه. بس احنا بنعمل فكره بس بسيطه. يعني ممكن تكون تايهه عنك، او ممكن انا بعمل حاجه زياده عن اللي انت بتعمليها، فكلنا بنعمل بعض. انا خرطت التفاح علشان ما يسوديش مني. هعمل له هروح جايبه ليمونه كده. هو مش هتديله طعم اصلا، يعني مش ما تقوليش هي تديله طعم ليمون او طعم مزازه او حاجات من دي. احنا هنعصر عليه الليمونه بتاعتنا ديت، علشان التفاح ما يسوديش معاكي ويفضل محطوط في الكوكتيل زي ما انت حطاه. لو قاعد عندك في التلاجة اسبوع ما بيجرالوش حاجه، هيفضل زي ما هو، الفاكهة فريش في قلبه وما هتبقى سود. وهنعمل كمان، هنروح عشان التفاح عامة بتأكسد. يعني لو خرطت تفاحة وسبتها بره شوية عشان التفاح فيه حديد بتلاقيه يسمر معاكي. هنجيب معلقتين سكر وهنقلبهم في التفاح على ما نجهز بقت حاجاتنا التانية اللي احنا هنجهزها. الكوكتيل ده بالذات بتحطي فيه جميع انواع الفاكهة اللي عندك. كل حاجة. انا المتاح عندي تفاح، ومتاح عندي رمان، ومتاح عندي موز. بياخد اي فاكهة. عاوزة تحطي عليه عصير حط عليه عصير، في ناس بتحط عليه لبن، في ناس بتحط عليه كريمة اللي هي كريمة الخفق. اي حاجة انت عاوزة تزودها بقت. يعني الكوكتيل ده بالذات بتحطي كل الحاجات اللي متاحة عندك. انا عندي هنا رمان، بجيبه وبروح مفرفطاه كله، وباخد على قد ما باخد وبحط الباقي في علبة في التلاجة. وده كيس عصير مانجا كنت مفرزاه في الفريزر. هنعمله عصير وهحطه عليه. معانا هنا تاني إن ده الرمان جاهز والتفاح جاهز، هنركنهم على جنب. وهنجيب بقى الموز نخرطه. الموز الكمية اللي انت عاوزاها، عاوزة نص كيلو، عاوزة كيلو موز. الموز اللي عندك اللي هتلاقيه برضو مستوي ممكن تضربيه مع اللبن. لو انت مش عاوزة تحط عصير مانجا ممكن تضربيه مع اللبن في الخلاط، وتضيفيه عليه، بيبقى طعمه حلو برضو. مش هيقول لا. بس هتعمليه في الخلاط وهتضربيه في اللبن. نص ليمونة تروحي عصرها عليه علشان ما يسوديش منك. هتلاقي العصير ما هوش ابيض وهتلاقيه اسود. خرطنا اهو كل الموز سريع اهو. يا سلام لو الحياة كلها سريعة كده. هنفضي التفاح بتاعنا بعد ما حطينا عليه معلقتين السكر وحطينا عليه نص الليمونة،
علشان الليمون شوفي هو يعني متخرط بقاله يوجا اكتر من 10 دقايق وما جرالوش حاجة، عشان الليمون بيحش ماهوش هيخليه يتأكسد من الهواء او من الجو. دي يعني معلومة انا لسه مكتشفاها قريب. يعني هنحط بقى رمان حسب الكمية اللي انت عاوزة تحطيها، عاوزة تحطي كتير عاوزة تحطي قليل، فانا مش هحط كله عشان هحتاج الباقي ابقى ازوق به الكوكتيل او في الكوباية دي. كنا جايبين كاكا فقطعتها برضو. الكاكا بيبقى فيها حاجة كده زي فصوص، عاملة زي فصوص كده طعمها حلو، هيبقى برضو حلوة مع الكوكتيل. فيها فصوص كده بتبقى عاملة زي فصوص يا رب تكون واضحة معاكم، انا بوريها لكم بس يا رب تكون واضحة معاكم. آه اللي وصل هنا من الفيديو هفكركم تاني، عشان في ناس كتير بتنسى تحط لي لايك وبتنسى تكتب لي كومنت. ده عصير المانجا انا ضربته في الخلاط اهو، تقيل يعني مش عاملاه خفيف، عاملاه تقيل. هفضيه كله على الكوكتيل بتاعي. عندك بقى علبة شفافة، علبة صغيرة، علبة كبيرة، يعني المتاح عندك، بس انا عندي المتاحة العلبة ديت، فهعملها عشان تبقى بغطاها احطها في التلاجة ما يجرالهاش اي حاجة. احنا جهزنا الكوكتيل بتاعنا، هنديله تقليبة بس بسيطة كده علشان كله بقى يدخل كده مع بعضه. والله كان طعمه تحفة 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 وخطير. والرمان عطيله دقة مزازة كده وانتي بتاكليه، يعني مسكر على مزز، عطيله طعم كده. انا اول مرة احط في الكوكتيل رمان على فكرة، يعني ده اول تجربة ولقيته حلو، ما لقيتوش وحش ولا حاجة. بقعد معاكي في التلاجة زي ما قلتلك بالمنظر ده، وبتفضل الفاكهة فريش زي ما هي من الليمونة اللي انت عصرتيه. بفضل معاكي في التلاجة، لو قعد اسبوع في التلاجة تعمليه. جالك اي ضيف بقى، جالك اي حاجة هتلاقيها جاهزة في ساعتها. عاوزة بقى تقدميه في الاطباق بتاعة المهلبية ديت او بتاعة الخشاف ماشي، عاوزة تقدميه في كاسات ماشي، عاوزة بقى تحطي مثلا على الوش تخرطي موز او تحطي شوية رمان زي ما انا حطيت كده ماشي، يعني بتقدم بأي طريقة. يا رب الفيديوهات اللي احنا بنعملها ديت تكون بتنال اعجابكم، هي حاجة بسيطة كده. يا رب الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم، واحنا نكون دايما عند حسن ظنكم كده، علشان نحبكم ونعمل لكم كل حاجات حلوة احنا بنعملها. اعمل لنا بقى لايك وكومنت حلو عشان يوصلنا مننا كل جديد. مع السلامة.